تعمل ايه عشان تنقذ نفسك لو لا قدر الله اتحبست بعربيتك وسط السيول؟ اول ما العربيه بتدخل في الميه هتلاقي نفسك بسرعه كبيره جدا ابتديت تفقد السيطره عليها، وبطاريه العربيه قدامها من دقيقه لدقيقتين عشان تقف تماما. ففي اللحظه دي ما تضيعش وقت وتتصل بالطوارئ، لكن حاول انك تحافظ على موبايلك سليم وشغال وابعده عن الميه تماما عشان هنحتاجه. واول خطوه لازم تعملها فورا هي انك تشيل حزام الامان، وانك تفتح شباك العربيه قبل ما البطاريه تقف. ولو بالفعل البطاريه وقفت وما لحقتش انك تفتح شباك العربيه، فاحنا كنا قايلين بالتفصيل قبل كده نعمل ايه في الحاله اللي زي دي في فيديو تعمل ايه لو وقعت بسيارتك في الميه. هسيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في اول تعليق. ودلوقتي بقى لازم فورا تخرج من الشباك، وما تحاولش انك تفتح باب العربيه عشان ضغط الميه هيكون قوي على الباب فمش هتقدر تفتحه، فما تضيعش وقتك عليه. واطلع من الشباك على طول لسطح العربيه، ده هيخلي يكون اسهل على رجال الانقاذ انهم يشوفوك، او ان اي حد يقدر يساعدك بشكل افضل. ودلوقتي بقى جه دور موبايلك، طلعه واتصل على الطوارئ، وخليك اكبر قدر من الوقت ثابت في مكانك فوق العربيه. طب لنفترض ان العربيه انجرفت مع تيار الميه والمساعده لسه ما وصلتش، في الوقت ده من الخطر انك تفضل فوق العربيه، لان من المحتمل ان العربيه تتصدم بحاجات في طريق انجرافها. فاللي المفروض تعمله انك تقوم بالسباحه الدفاعيه، هتنزل في الميه وتحاول انك تعوم لمكان اكثر هدوء. هتحاول تعمل رجلك بالشكل ده قدامك، وتستخدم رجلك عشان تصد اي حاجه تكون في طريقك. واول ما تلاقي الفرصه اللي تكون فيها عارف تتحكم في نفسك نوعا ما، اسبح اتجاه اي شيء تقدر تتمسك فيه، او اي مكان يكون اعلى من منسوب الميه. ففي النهايه اهم حاجه لازم تركز عليها هي انك توصل انت واللي معاك لمكان يكون عالي بقدر الامكان، وانك تتجنب السباحه في الميه على قد ما تقدر. لكن لو كنت مضطر خلاص مفيش مفر، حاول انك تخلي اي حاجه قدامك تقدر تحميك من الاصطدامات لحد ما تقدر توصل لحاجه تقدر تتعلق فيها بشكل امن. وفي الاخر برعايه الله وحفظه، وربنا يعافيكم جميعا.